السلام عليكم الشيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا غاية. اليوم الشيرات جبت لكم بوراك التركي بمقادير مضبوطه وبدون لاباط فيلو. تخدمي العجينه غير في الدار وبمقادير كتير بسيطه. ما تنساش قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه قبل ما ندخلوا للفيديو ديري اشتراك في القناه وجامل الفيديو ونروحوا للمقادير. في المقادير نحتاج إلى نصف كأس حليب دافئ، نكمل النص الباقي بالماء الدافئ، وعندي ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الخل. أنا مكانش عندي الخل استعملت أنا الليمون ملعقة كبيرة، وعندي حبة بيض. نديرو هنايا كأس خليط بين الماء والحليب يكونوا دافئين، ونديرو ملعقة كبيرة تاع الزبدة. نخلطوا الزبدة مع الحليب الدافئ هكا باش تذوب لنا ديك الزبدة، ونديرو تاني نصف كأس من الزيت ونخلطوا المزيج جيدا، ونديرو ملعقة صغيرة من الملح. والملح دائما يبقى حسب الرغبة، كاين اللي يبغوا المسوس وكاين اللي يبغوا المالح. ونخلطوا تاني المزيج جيدا حتى يذوب لنا داك الملح، ونزيد ديك الحبة تاع البيض ونخلط ديك الحبة تاع البيض. وفي الفرينة انا هنايا درت 4 كيسان فرينة، درتهم بالتدريج، قعدت نلم غير بشويه حتى تحصلت على عجينه ما هي يابسه ما هي طريه بزاف، متوسطه طريه مليحه ما تلصقش اليد. وعجنتها 5 دقائق كما راكم تشوفوا. قعدني نلم غير بشويه، دات لي كاع 4 كيسان ونصف من الفرينه. وانتي على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي تكون عندك، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشرب. انا حتى نتاكد من الفرينة إذا خاصها من العجينة عفوا إذا خاصها الفرينة ولا لا، باه نديرها في البيتخا. نخليها يعجنها واحد ل5 دقائق، وإذا كنت ما عندكش البيتخا ديري بيدك تاني تلكيها ب5 دقائق. هنايا رجعت لكم بعد ما عجنها معايا البيتخا واحد 5 دقائق. شوفوا القوام تاع العجينة كيفاش يكون، تكون طرية وما تلصقش في اليد وما تكونش طرية بزاف. دوك نغطيها بالبابي فيلم ونخلوها ترتاح بلا ما وجدنا الحشو تاعنا اللي غادي نحشو بها هذا البوراك التركي. في الحشو غادي نحتاجو الى 2 حبات بصله مع شويه معدنوس وشويه قزبر وسنه تاع الثوم. غادي نقاشوها في الاشواط. نجيب البصل تاعي، شوفوا كيفاش نقطعوه كيما هكا مكعبات صغيره كيما دائما نقولكم. نحافظوا عليه كارويات. نجيبوا المقله نديروا فيها الزيت، نديروا البصل تاعنا، وندير الملح نص ملعقه ملح، ونخلوه يتقلى على غردو. هنايا عندي هنا سردة تاع دجاج نحولها هنا. بعد ما طحنت الدجاج تاعي وهنا بعد ما تقلى لي البصل تاعي قليته ودرت عليه الدجاج وقعدت نحرك في الدجاج باش هكا ما يتكتلش معنا. زدت المعدنوس والقزبر اللي كنت قطعتهم وزدت معاهم سنه تاع ثوم اختياريه، تبغي ديريها تبغي ما ديريهاش، بصح هي تزيد بنا شابه بزاف في الحشو تاعنا. زدت هنا نصف ملعقه من الملح والكمون وكركب وزنجبيل نصف ملعقة كاع من كل تابل نصف ملعقة. هنا ما عنديش الكاري تاع الدجاج، اذا كان متواجد عندك من الاحسن انك ديري. وخليتهم يتقلاو ودرت فلفل اسود مع الاخير قعدت نحرك فيهم. وبعد ما تقلى لي الدجاج درتو على جهه خليته يبرد باش نحشو بيه، ورحت للعجينه تاعي بعد ما كانت ارتاحت. هنا العجينه بعد ما ارتاحت تحصلنا على واحد العجينه ما شاء الله عليها، تكون طريه خفيفه، القوام تاعها يهبل حتى تحسي هكا الملمس تاعها يكون شباب. درتها هكا كويرات صغيره وحطيتهم على جهه. ما مشي ترتاح ولا ما خلوهاش ترتاح. نبداو بالحبه اللي كورناها الاولى نفتحوها، وقبل ما نحط حبة العجينة فوق البوطاجي ندير المايزينا
هاكا نستعينوا بالمايزينا، راكم عارفين بلي لاباط فيل ونسحقوا فيها المايزينا. وثاني لازم من تحلي العجينة تاعك لازم يكون تكون رقيقة بزاف، تكون البوطاجي تاعك يبان من العجينة، وتانيك تولي يعني جفافة. هذه هي تولي العجينة شفافة. ومن بعد ما نفتحوها كاع نديرو المايزينا فوقها ونطبقوها عادي، نطبقوها تطبيقة عشوائيا هكا، ونحطوها على جيه باش نفتحو العجينة الزاوجة. ونفتحو حبة زاوجة غير بنفس الطريقة تاع حبة الأولى. تاني نرقوها بزاف، نديرو مايزينا من تحت ومن فوق، نقعدو نمشو بها من مايزينا. كاينة حاجة في تركيا يحلوا العجينة بالمايزينا، وحنايا عندنا في لاجيري نحلوا المسمن بالزيت. وحنايا بعد ما فتحنا العجينة نديرو عليها الزبدة. هنايا استعملت زبدة صول عادية مرقارين، تي تقدري تستعملي زبدة الحيوانية أو الزبدة المورقة اللي يكون عندك. بعد ما فتحناها بالزبدة دهناها بالزبدة عفوا. الزبدة لازم تكون باردة، ما تكونش دافية ولا حامية باش ما تقطعناش العجينة. نحطوا العجينة كما راكم تشوفوا غير بسياسة هكا باش ما نقطعوهاش ولا، ورانا نعدلوا فيها كما راكم. ومن بعد تاني نزيدو ندهنوا الوجه تاع العجينة، ندهنوها بالزبدة. ونزيدو نديرو الحشو. هنا الحشو لازم تكتري باش هكا الحبة تجي منها معمرة ومنها تجي الشكل تاعها شباب ومتحوف. ونزيدو هنايا الفرماج رابي، والفرماج رابي اختياري، تبغي ديري عفوا تبغي ما ديريش. انا هنا كان متواجد عندي درتوه، هو ماشي شرط في هذه الوصفه تاعنا هذه. وهذا البوراك يساعدك في رمضان راهو جاي، تبدلي بين البوراك تاعنا وبوراك هذا. وان شاء الله منا لقدام نزيد ندير لكم وصفات بزاف المملحات المقرمشين اللي تعاونوا بهم رواحنا في رمضان. وبعد ما لويت البوراك تاعي راكم تشوفوا لويت كالعجينه. هنا كاين اللي غادي تتخوف وتقول بلي يجي معجن. ما تخافيش، ما يجيش معجن، يجي ديك العجينه تجي بنينه. اهم حاجه هي لا طيبيه على نار قليله ويطيب على غرده. انا دا معايا الطياب تاعو 45 دقيقه هكا باش يطيب لك حتى للقلب وما يجيكش معجن. وتاني حاجه مهمه انك ترقي العجينه تاعك. هنايا بعد ما حليت العجينه الاولى كيما غير كيما الاولى، آه، درت لها هكا طبقتها، وزدت جبت العجينة الزاوجة ودرت لها تاني نفس الطريقة كما خدمة الأول. كما راكم تشوفوا معايا نطبقها تاني، نحطها على جهة ونجيب الكورية الثانية وتاني نديرلها المايزينا. دايما نستعين بالمايزينا ونفتحها، وأيا ونزيد ندهنها تاني بالزبدة. ونجيب ديك اللي فتحناها من قبل نزيد تاني نديرها، ونزيد تاني ندهنها بالزبدة هي تاني. هكا نعاود لكم باش تفهموا وتكون الصورة موضحة لكم. وتاني نعمرها بالحشو، بالحشو. وعندك هنايا الاولى ما تتلهاش كيما هكا، الطراف تاعها ما قلعتهمش. عليكم شوفوا معايا هذوك الاطراف نقلعوهم ونحطوهم في وسط العجينه هكا، ما نقيسوهمش باش ما نضيعوش العجين، ونحطوهم هكا في الوسط. ونلوو هذه، نلوو البودان نتاعنا، الرولي تاعنا. وهنايا بعد ما درت رولي تاع كيما هكا، من نديرو في السنين نبعدو بين الحبة والحبة، ما خلوهمش متقاربين هكا باش ما يجوناش معجنين عفوا. وتاني يطيبونا مع الحواشي شغل الحمورية توصلنا حتى مع الحواف. وهنا راني دايره الفرن تاعي يحمى على 180 درجه. انا عندي الرياحه، نشعلهم في زوج، نشعل من الفوق ومن التحت من الرياحه هكا تخلي الحراره توصل حتى للاوراق. بصح اذا كنتي ما عندكش الرياحه ديري شعلي غير من التحت يحمر من التحت، عاودي زيدي شعليه من فوق. وهنايا دهنته انايا غير بالزبده اللي بقات لي دهنت بيها. تقدري نتيا هنايا ديري حبه تاع صفار حبه تاع بيض وديري لها الخل ودهنيه. انا هنا درت غير الزبده وخرج لي اللون تاعه نورمال شباب زي كما كتشوفي. ندهنو كاع مع الاطراف وكاع وندخلو للفرن كما قلت لكم. ايا وخليه 45 دقيقه في الفرن تاعك، طيبيه على المهل تاعه، ما تقلقيش في الطياب هكا باش يجيك شباب. وقبل ما ندخلوه للفرن نقطعوه كما راكم تشوفوا.
هون البوراك وجد معنا تاعنا، شوفوا كيفاه جا هشيش وجا شباب. نزيد نحط عليه شويه، سمعوا معايا القرمشه يتفتت غير روحو. وش نقولكم، هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. نتلاقاو في وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. نقسم معاكم حبة. جا ما شاء الله.